شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر المشرق. عمل سابقا بشركة بروكتر اند جامبل، وكان كمان معيد في كلية هندسة. حاليا عضو مجلس إدارة بنك مصر، عضو مجلس إدارة النساجون الشرقيون، وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة أوغندا، ورئيس لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية. الأستاذ أشرف بكري ضيفي في الخبير وسماح. مساء الخير أستاذ أشرف، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك. منورني. نورك ونور الناس كلها اللي موجوده. لو احنا بنحاول يعني يعني نستمتع ونستفيد من كلام حضرتك في كل المجالات. النهارده عايزين نتكلم في حلقة النهارده عن الصناعة. اهلا وسهلا. طبعا موضوع الصناعة موضوع كبير جدا، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناس بتحاول تعمل حاجة، لكن للأسف احنا هنا في مصر برضو الموضوع بيقف ما بيكملش. فوجهة نظر حضرتك في الموضوع ده ايه؟ يعني احنا واصلين فين في الصناعة في مصر؟ طيب، معلش انا دايما بحب ابتدي اي حاجه من الاول خالص. اتفضل. يعني ايه صناعه؟ امم كويس، عشان بس ايه نبقى متفقين احنا بنتكلم في ايه. بالظبط. الصناعه 5 حاجات. كويس. حاجه بنسميها input material، مواد الخام، مواد التعبئه. امم السكيلد ليبر، اليد العامله المدربه اللي هتعرف تشتغل مع الكلام ده. المكنه اللي هتحول الكلام ده الى منتج. الطاقه اللي هتغذي المكنه دي ووسائل الانتاج الاخرى. وكانوا دول المفروض ان هم خلاص كده احنا عندنا منتج. امم دخل معاهم عنصر خامس اسمه التكنولوجيا، امم لان التكنولوجيا ابتدت تاثر كتير قوي في الاله والطاقه، وبحتاج ايد عامله مدربه قد ايه، ومدربه لانهي درجه، ومدربه على ايه. فبقى معاها خامس حاجه اسمها تكنولوجيا. تمام. لو عندي ال5 دول محطوطين جنب بعض المفروض يبقى عندي صناعه. تمام. فاضل اهم حاجه في الموضوع كله، اللي هي مش حاجه، ما اقدرش اقول الحاجه السادسه، هي الحاجه الاولى. هي البيئه اللي بتخلي ال5 دول يشتغلوا مع بعض، احنا بنسميها ان هارموني، بتناغم. امم كويس. طبعا. ودي مشكلتنا الرئيسيه في مصر. امم كويس. اكيد. طيب، انا لو بصيت على مصر، هل احنا عندنا مواد خام مش موجوده في الدنيا كلها؟ لا. في دول معينه معروف ان هي عندها ماده خام بتخلي الدوله دي صناعتها قائمه على معالجه او بروسيسنج بتاع الماده الخام دي. تمام. تمام. احنا عندنا شويه حاجات ممكن نقول ان احنا عن اغنى شويه من الدول اللي حوالينا. كويس. وبالتالي مثلا مثلا الرخام، احنا عندنا رخام كتير، امم فقامت صناعه رخام كويسه على هذا الكلام. عندنا محاجر اسمنت، قامت شويه صناعه اسمنت على هذا الكلام. لكن هل هي حاجه تميز مصر نقدر نقول مصر هي اكبر دوله مستدار؟ لا. طيب، ايه مصر طول عمرها عندها السؤال ده، هو احنا دوله زراعيه ولا دوله صناعيه؟ امم هو ليه ما نكونش الاتنين؟ بالظبط. وفي صناعة كاملة قائمة على الزراعة. امم وعشان كده أنا لما بشوف أنا أتخصص في إيه في الصناعة، يعني أتخصص مش معنى كده إن أنا أصنع ده بس. أتخصص يعني دي حاجة أنا عندي فيها ما نسميه competitive advantage، ميزة تفضيلية عن ايوه. كل الناس اللي بتحاول تعمل الصناعة دي. لكن أنا عندي ميزة أحسن منهم، وبالتالي هعرف أصنعها أحسن منهم. امم كويس. تمام. وبالتالي الزراعة في مصر طول عمرها حاجة من أساسيات الحياة، من أساسيات الاقتصاد. فالصناعة القائمة على الزراعة ابتدت هي كمان تتطور. ولو شفنا التطور في الصادرات المصرية خلال الكام سنة اللي فاتوا، هنلاقي المنتجات الزراعية والصناعة القائمة على المنتجات الزراعية، تمام، حصل فيها تطور كبير قوي في كمية التصدير اللي حصلت الكام سنة اللي فاتوا. تمام. تمام. طيب. لكن مصر هل هي النهارده تعتبر دولة صناعية او دولة نقدر نقول ان هي على الطريق الصحيح للصناعة؟ لا، لسه. ليه؟ اكيد، لان ده كان في لسه تصريح ان مصانع كتير قفلت. طيب، مصانع كتير قفلت دي انا هحطها على جنب دلوقتي، علشان ممكن تكون ظروف استثنائية. امم ممكن يكون كورونا وتوابعها والتعويم ومش عارف ايه وكلام من ده ادى الى ان ناس ما استحملتش وقفلت. هي طبعا دي لازم لها سياسات برضو تحميهم من ان هم يوصلوا للمصير ده. اه. لكن انا بتكلم تاني في الاساسيات. امم لو قلنا دول ال5 حاجات، احنا بنعمل ايه كدولة عشان ال5 حاجات دول يشتغلوا مع بعض بتناغم، فيبقى عندي انا
اللي احنا بنسميه في الصناعه an efficient cycle. مم. يعني سايكل فيها كفاءه عاليه بحيث ان انا اقدر ادخل المنتج الخام ومواد التعبئه بسرعه وبكفاءه وبويست قليل، تمام، ما يكونش في عندي فاقد لمعدل فاقد عالي، ادخلها العمليه التصنيعيه واطلعها منتج خام وارجع ادورها واصدرها، وبعدين ارجع تاني استورد. سرعه دوران العجله دي مهمه قوي في الصناعه، اكيد. لان انا الاله اللي عندي في الاخر هقدر انتج منها قد ايه بتفرق كتير قوي على انا هعرف ادخل لها منتج اولي بسرعه قد ايه، وهشغلها بكفاءه قد ايه، وهطلع منها في الاخر منتج تام قد ايه. العمليه دي عندنا في مصر حصل محاولات كتيره قوي لظبطها الفتره اللي فاتت، لكن لسه قدامنا حته كبيره قوي علشان نوصل الى المعدلات العالميه. ليه؟ خليني طيب ليه؟ معلش علشان ليه في يعني؟ سياسات محطوطه من زمان قوي كانت في وقتها يمكن تهدف الى حمايه صناعه معينه، او تطبيق كنترول معين على حاجات معينه. كان في اوقات معينه عندنا ريسك بتاع امن، فكنا مضطرين ان احنا نشوف كل حاجه داخله البلد يعني منظور دقيق جدا. مم. في اسباب كتيره ممكن نقول ليه، لكن في النهايه العالم كله اتحرك بطريقه، وزمان كنا بنبص على العالم ده اللي هو العالم البعيد عننا، وبعدين فجأة الدول القريبة مننا اتحركت بطريقة. وفي أمثلة كتيرة دلوقتي للأسف ابتدى يرمز لها ان هي أمثلة نجاح كانوا ورانا بكتير قوي، زي الإمارات، زي المغرب، زي السعودية، زي تركيا. كويس. مم. فدي ناس شبهنا وفي المحيط بتاعنا، لكن برضو اتحركوا بدري شوية، بدري. مم. وبالتالي عملوا إنجازات سريعة في فترة قصيرة. صحيح. كويس. طيب لو انا ببص على السوق والتأهيل والعمالة والطاقة والمواد الخام، كويس، احنا مصر عمرنا ما هيكون مثلا صناعة قائمة على مادة خام كبيرة قوي عشان ما عندناش. مم. فايه اساس الصناعة عندنا؟ ما نسميه الصناعة التحويلية. انا هجيب حاجات من بره، مم. هحولها بسرعة، كويس، وهرجع اصدرها تاني. او صناعات قائمة على المنتجات الزراعية، عشان دي الحاجة اللي انا بقدر ان انا ازرعها، كويس، وعندي فيها الميزة التفضيلية اللي احنا بنتكلم عليها. لو انا جيت بصيت على دول، هو ايه اللي ليه دول مش واخدين فرصتهم للاخر؟ علشان انا عندي شويه معوقات كلنا حافظينهم، يعني اي حد بيشتغل في صناعه عارفهم. لو صحيتي حد منهم قلت له ايه ال8 معوقات في الصناعه هيسمعهم لك. في محاولات كتيره، واخرهم في شويه قرارات قويه جدا ابتدت تتاخد مؤخرا في الحكومه الحاليه. انا شايف انها قرارات سليمه جدا في القرار نفسه، لكن يبقى التحدي بتاع تطبيق القرار بكفاءة على الأرض. ليه؟ لأن احنا بقالنا عقود وعقود وعقود بنطبق القانون بطريقة معينة، خلى فيه نوع من، أنا بحاول ألاقي كلمة صح، إن أي قرار في الدنيا هيحصل في ناس هتبقى متضررة من حدوثه. أكيد. وبالتالي هيحاولوا يحاربوه بأي طريقة علشان ما يبتدوش يخسروا ميزة شخصية هم بياخدوها من القوانين القديمة. هو موجود في كل العالم، بس هنا الموضوع أنا حاساه زيادة شوية. طيب يعني هل زيادة أنا عشان قعد فترة طويلة قوي قوي قوي، فبقى هو ده النظام. يعني النظام بقى ان في اشخاص كتير مستفيدة، وبالتالي بقى عدد الناس اللي ممكن تقاوم اي تغيير جديد اكبر، لان انا هخسر شخصيا. كويس. خليني اقول برضو كلمة، يمكن دي رأيي الشخصي، احنا بقالنا 80 سنة بنحل مشكلة الغلط. احنا بقالنا 80 سنة بنقول احنا عندنا مشكلة اسعار. احنا ما عندناش مشكلة اسعار، احنا عندنا مشكلة اجور. لو كنا من 80 سنة ركزنا على حل مشكلة الاجور وليست مشكلة الاسعار، كان زمان اقتصادنا بقى في حتة تانية خالص. احنا علشان نظبط الاسعار على قد الاجور ابتدينا نعمل دعم. ليه؟ عشان الاجر قد كده يقدر يلاقي ان هو ياكل ويشرب ويشتري ويستهلك فالدعم ده فتح جبهة اخرى من، كويس، اي حاجة لها سعرين تفتح باب للأسف لمصالح شخصية مش مظبوطة.
طب من 80 سنة احنا كنا في حتة كويسة جدا، ليه ما كانتش الأجور كويسة لا، الاجور ساعتها كانت كويسه وقتها وقتها، وما كانتش لكن بتزيد؟ مع تدهور الدخل ومع تدهور العمله اه. ومع فكر القطاع العام اللي كان سائد اياميها، كويس، ابتدى يبقى عندنا جاب قعدت تكبر 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 تكبر. طيب الشركه دي ما بتحققش مكاسب، مم. لو ما بتحققش مكاسب ازاي زود الاجور اللي فيها؟ مش هتزيد. فبقى عندي حقيقه واقعه ان اغلب الناس اللي موظفين في البلد، بلاش في الدوله بس، في البلد كلها دخلهم قد كده. صح. طب لو انا خدت الاسعار كما ينبغي ان هي تتحسب، هلاقي ان اغلب الناس ما عندهاش اللي يكفي اللي بنسميه قوت يومها. مم. فاعمل ايه؟ اطمن ان في شويه سلع اساسيه زي العيش والزيت والسكر والشاي ومش عارف ايه وكلام من ده باسعار مخفضه على قد الاجور دي. كويس. اه. وهنا ابتدت دايره ان انا مش عارف اظبط الاثنين. ندي بالعكس بقى، الأسعار هي اللي بقى بدأت بتزيد خلاص والأجور زي ما هي. ما هو في النهايه عشان الاجور زي ما هي ابتدى يبقى فيه، ما هو انا كرب اسره لازم اعيش بيتي. مم. لو اجري مش مكفيني هعمل ايه؟ هتشوف أي شغلانة بره. هحاول اشوف اي شغلانه بره. مم. فمش هركز في شغلتي الاساسيه، مظبوط. فكفاءتي في تنفيذ العمليه الصناعيه اللي انا فيها هتقل، صح. لان انا مش نايم كويس عشان انا بعد الظهر بشتغل شغلانه تانية، فجسمانيا مش قادر كويس. هي دايره لازم تتحل صح مره واحده، لكن برضو عمرها ما فيش حل سحري بتاع بكره الصبح. لازم نشوف ايه الصح وايه الغلط ونعمله ونطبقه ونصر عليه بعد فترة. كويس. الفترة دي مش هتطول لسبب مصر فيها كمية فرص وكمية بوتنشل اه غير طبيعية. ده حقيقي والله. وأول ما المعادلة تتعدل مم. بنشوف، وده حصل زمان بغض النظر عن أي آراء سياسية، أنا مش عايز أخش في معادلة. كويس. أيام حكومة الدكتور أحمد نظيف مم. كان ابتدى يحصل تطور قوي جدا في ده الصراعه، حقيقي. وتطور قوي جدا في الاقتصاد، اه. وتطور قوي جدا في الماليه، وتطور كويس. ليه؟ اه لان احنا ومقص مصر حطت في حتة تانية خالص، كنا في حاجه يعني. اسمها القدره التنافسيه للدوله، بيسموها competitiveness report. كويس. مصر اياميها نطت حوالي 40 ايوه درجه في الكومبetitiveness في المقياس العالمي للتنافسيه، كويس، في 5 6 سنين. ده حقيقي، لان كويس؟ حتى كل بقى زوارك اللي بيجوا من بره، اصحاب الشركات او المصانع، كانوا بيتكلموا على التطور اللي مصر حصل طيب. يعني. تمام. خسارة يعني ما رأيي استمر. الشخصي في مشكلة تانية عندنا كبيرة، أنا معلش هتطرق لها رغم إن هي اتفضل. مش في صلب الموضوع، لكن الصناعة جزء أساس من الاقتصاد. اكيد. كويس. طيب هو إحنا اقتصادنا إيه؟ هل إحنا اقتصادنا رأس مالي ولا اشتراكي ولا شيوعي ولا حاجة رابعة؟ كويس. السؤال ده مهم قوي، لأن أول ما نقرره كل سيستم من دول احنا ايه طيب؟ له مزايا وعيوب. اكيد. كويس. ما ينفعش أحاول أختار المزايا بس وأسيب وسيب العيوب، العيوب. او ابتدي اقول طب انا هنا اشتراكي وهنا راس مالي وهنا همشي شويه في الشيوعيه وهنا هختار حاجه رابعه. العالم بره مستعد يتعامل مع اي واحد من دول. كويس. هو صح. بيتعامل مع الصين مع انها اكبر دوله شيوعيه في العالم، مم؟ بيتعامل مع كل الاشتراكيين اللي في الدنيا، بيتعامل مع كل الرأسماليين. ليه؟ لان معروف كنيتهم الاقتصاديه، بالظبط. احنا مسميها الايكونوميك هو ايدي. شغال بدي. كويس. اه. انا راس مالي، يعني ايه راس مالي؟ يعني هشجع القطاع الخاص على حساب اي حاجه. يعني طب هل ده له عيوب؟ طبعا له عيوب شديده جدا، ان اللي ما بيشتغلش وبيقعد في البيت بيبقى عنده مأساة. كويس. صحيح. مفيش هزار. طب انا بشتغل وموظف غير كفء، بكره الصبح تبقى في البيت. مم. طب انا الشركه تعثرت، بكره الصبح تبقى في البيت. مم. احنا عايزين نعمل شويه حمايه اجتماعيه، فبقول لا، بلاش موضوع بكره الصبح في البيت ده، فدخلنا شويه على نظام الاشتراكي. طب هو الاشتراكي ده معناه ايه؟ معناه 1 2 3، بس انا عايز اشجع القطاع الخاص. كويس. فبينتهي الامر عشان عايزين نضمن ان احنا الحمايه الاجتماعيه عندنا تبقى في اكمل وجه، ان احنا بنختار من يعني شويه من كل حته. ده يؤدي في الاخر اللخبطه. اكيد. كويس. والمستثمرين اللي بره لما يجوا يبصوا علينا بيبتدوا يسالونا احنا بالذات، عشان احنا بنمثل القطاع الخاص، يقول لك هو انتوا ايه ايه. بالظبط؟ مم. كويس. طيب لو انتوا بتقولوا عايزين قطاع خاص وعايزين اف دي اي، يعني استثمارات خارجيه تيجي خارجية. من بره، وعايزين، طب ليه بتقولوا كده وانتوا الدوله عندكم مشتركه اشتراك كامل في الاقتصاد؟ كويس. طب انا ايش ضمني لو انا جيت كقطاع خاص استثمرت
بكره الصبح الاقي نفسي بنافس الدوله. بالظبط. اول ما انافس الدوله خلاص فرصتي راحت، اكيد. يبقى انا هقفل وامشي. كويس. هيجي ليه بقى طيب من الاول؟ فالدايره دي محتاجه تتاخد يعني من اولها صح. لكن احنا كدوله عندنا مقومات خرافيه في الصناعه، عندنا مميزات مش موجوده في دول تانية كتير. طول عمرنا بندرس في الجغرافيا ان مصر مناخها معتدل وتقع في موقع متوسط. كويس. الموقع المتوسط ده في الصناعه قدره غير طبيعيه، لان انا اللوجيستكس كوست بتاعتي بتقل جدا. كويس. يعني وتعداد تكلفه سكان. توصيل المنتج للدول الاخرى بيبقى قليل. طيب انا عندي سوق محلي كبير جدا عشان عدد سكان كبير، فدي حاجه مشجعه جدا لاي شركه عشان تفتح، لان السوق المحلي هيستوعب جزء كبير من الانتاج. طب ايه كمان؟ انا عندي تريد اجريمنتس، عندي اتفاقيات تجاريه بتدخل المنتج المصري لحوالي، لو انا فاكر الرقم صح، من 3 من 2.4 ل 2.6 مليار بني ادم من غير جمارك. انا عندي افتا اللي هي اتفاقيه الدول العربيه، وعندي كوميسا، وعندي بان افريكان، وعندي المات 12، وعندي اليورو 1، وعندي حاجات كتيره قوي، اتفاقيات تجاريه كتيره قوي، بحيث اي حاجه بتصنع في مصر تخش دول كتير جدا بدون جمارك. طب ما دي ميزه مش موجوده عند دول كتير. كويس. فانا تكلفتي كانتاج، تكلفتي كتوصيل، وتكلفتي اللي احنا بنسميه التعرفز او التريد باريرز، ان انا اخش الدول الاخرى بدون جمارك، عاليه جدا. انا بستغل الكلام ده ازاي؟ ده سؤال. طيب ازاي هبيع الكلام ده للناس المستثمرين بره واقول لهم لو جيت عندي انت عندك الميزه دي والميزه دي والميزه دي والميزه دي، تعال استثمر. اول ما بقول له تعال استثمر يبتدي يبص عليا. لما يبص عليا يسالني السؤالين الاولانيين. كويس. هو انا لما اجي استثمر، رقم واحد، هو انتوا، طب انا جيت استثمر ازاي اطمن ان انا بكره الصبح الدوله مش هتنافسني؟ تاني حاجه، كان عندنا مشكله تانية في كترة تغيير القرارات، بالذات القرارات التابعة للضرائب والجمارك ومش عارف الكلام ده، خدت وقت برضو، كان بتتغير كتير قوي، نتيجة بقى اضطراب في اللي كان بيحصل في مصر، نتيجة بقى حاجات سياسية، نتيجة تعويم، نتيجة حاجات كتير. لكن أي مستثمر عايز يجي عايز يلاقي، احنا بنسميها بيئة مستقرة. يعني الجمرك قد كده يبقى قد كده، ما يتغيرش بكره الصبح. الضرايب قد كده تبقى قد كده. لا احنا كل الحاجات دي بتتغير، احنا بقالنا كام سنه ودي مشكله. بتتغير على طول، ودي مشكله، مفيش اي حاجه ثابته. فاستقرار المناخ الاقتصادي دي حاجه تانية. لكن برضو خليني بس عشان ايه ما بقاش قلت الحاجات المقلقه بس. الفتره الاخيره دي احنا ابتدينا نشوف علامات مشجعه جدا في القرارات اللي بتتاخد، وبقى عندنا تناغم واضح في السياسه الماليه والسياسه النقديه. كويس. تمام. وده بيخلي الاقتصاد يستقر جدا. ابتدينا ناخد قرارات جريئه جدا في الصناعه بقالنا بنطالب بيها، انا مش ببالغ، من حوالي 20 سنه. مثلا من اكبر المشاكل في مصر تعدد جهات العرض. كويس. يعني انا يخش عليا يفتش عليا مفتشين من 16 جهه مختلفه في المصنع، وكذا واحد منهم له الحق انه يقفل المصنع ويمشي. كويس. طب انا اتعامل مع مين؟ مع الصحه، ولا مع الدفاع المدني، ولا مع الزراعه في بعض الحاجات، ولا مع هيئه التنميه الصناعيه، ولا مع الجمارك، ولا مع الضرائب، ولا مع التموين، ولا مع مين بالظبط؟ المفروض يبقى حد اللي هم بيرجعوا له. القرار ده اتاخد مؤخرا ان هيئه التنميه الصناعيه هي كلها الجهه الوحيده اللي لها الحق انها تخش مصنع. انا كالنهارده واحد من التموين وعايز اخش افتش في مصنع، من حقي، لكن اعمل ايه؟ ابلغ بتاع هيئه التنميه الصناعيه يجي معايا ونروح المصنع مع بعض. فدي لو اتطبقت صح دي ميزه خرافيه. طبعا. اولا تمام. الوقت هيبقى قليل جدا في التفتيشات وفي الحاجه، وهو جهه واحده اللي بتعامل معاها وخلص الموضوع. ودي اهم حاجه في الدنيا. ومش هيبقى فيه بقى خد ده واعمل ده ومشي ده عشان امشي لك، والحاجات اللي بتحصل في المصانع. في قرارات شجاعه جدا وجريئه جدا اتخذت الفتره القريبه اللي فاتت دي. كويس. مشكلتها ايه؟ مشكلتها في، وانا بمنتهى الامانه يعني مش يعني مشفق على اي حد النهارده في موقع تنفيذي. كويس. لان تنفيذها صعب جدا، لان احنا كان عندنا سنين وسنين وسنين من نظم معينه خلقت منافع مختلفه. كويس. لكل الناس اللي شغالين في جهات العرض دي،
فابتدى الموضوع التطبيق يبقى صعب قوي. لكن انا متشجع جدا 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 من شويه الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. اكيد. وبعدين اصحاب المصانع وقتها او المستثمر لو بيتعامل مع جهه واحده الموضوع يبقى بالنسبه له اسهل بكتير. اي حد هيجي له لا معلش الجهه دي وهيبقى اوضح بكتير. بالظبط، والدنيا تخلص وما يبقاش فيه، لان كله بيعتمد على انه عاوز ياخد من ده وياخد من ده، فانا هقفل لك المصنع، انا هو مش شغال اصلا. مش شغال اصلا، ده موضوع تاني. لان احنا برضو عندنا كان الفتره اللي فاتت مع التعويم الاول والتعويم التاني، احنا بقى عندنا مشكله كبيره في توافر العمله الصعبه. صحيح. ففي مصانع كتير، احنا زي ما قلنا احنا صناعات تحويليه. مم. وليه جزء من نجاح الصناعه القائمه على المنتجات المتوفره محليا، زي مثلا المنتجات الزراعيه، ان احنا علشان مش عارفين نجيب مواد خام من بره ابتدينا نصدر، ان نركز في الايه، في الحاجات الموجوده جوه. كويس. فابتدى يزيد قوي الطلب عليها، ابتدينا نصدر. لغايه دلوقتي احنا رقم 1 في تصدير البرتقال في العالم. طب ليه احنا مش من زمان رقم 1 في تصدير البرتقال في العالم؟ بالظبط. كويس. ما هو نفس الارض ونفس الامكانيات ونفس كل حاجه. عشان ابتدينا غصب عننا اضطرينا ان احنا نركز في الحاجات اللي بتنتج محليا. هو الشعب المصري لازم يضطر؟ مش شرط قوي يعني. لو وفرنا له بيئه معينه. يعني انا اشتغلت في دول كتير قوي وشفت ثقافات كتير قوي، واقدر يعني اشهد وضميري مرتاح تماما. الناس اللي بتشتغل في مصر عندها امكانيات مش موجوده في الدنيا. كويس. لكن ما عندناش نظام يوظف هذه الامكانيات بحيث ان احنا نضمن ان كلهم بيشتغلوا في اتجاه واحد، بطريقه واحده، بعقليه واحده، عشان نعمل حاجه ما حصلتش. ايوه. احنا كل واحد فينا بيشتغل بامكانياته الرائعه دي مع نفسه. لما بيحصل تحدي بنشوف بقى حلول وابتكارات ما فيش حد في الدنيا بيعملها. دورنا بس ان احنا نحاول احنا بنسميها نتشانل، يعني نوجه الكلام ده كله في طريق واحد، نجمع كل الابتكارات والخبرات الحلوه دي بحيث ان هي تدينا نتيجه ما حصلتش في حته تانية. يعني نأمل انه ده يحصل ان شاء الله الفتره اللي جايه. يا رب يا رب. البدايه يعني مؤخرا في شويه قرارات مشجعه، لكن التحدي على الارض كبير قوي. ربنا كريم ان شاء الله. يعني انا اتشرفت بحضرتك، نورتني وشرفتني في الخبير وسماح. استاذ اشرف، كان لسه في كلام تاني عن الصناعه، يعني كنا لسه عايزين نتكلم على المشاريع الصغيره، بس دي هتبقى حلقه تانية اكيد يعني ان شاء الله. لان اكيد الاداره، يعني اداره الاعمال ليها دور مهم جدا في اي صناعه بتحصل. هو الصناعات الصغيره والمتوسطه دي هي عصب الصناعه في اي حته في الدنيا. اكيد. عشان يحصل صناعه كبيره لازم يبقى في صناعات صغيره ومتوسطه، وهي دي اكتر حته في الدنيا بتشغل ناس. ممكن يكون عندي مصنع كبير من حاجات كبيره، لكن في النهايه بيشغل عدد معين من الافراد. ايوه. اللي فعلا عصب الصناعه هو الصناعات الصغيره والمتوسطه. الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. خلصت حلقتنا النهارده من الخبير وسماح.